مسلسل نمرة 2 الحلقة 4. بتبدأ أحداث الحلقة بإن ماجد الكدواني بيكون سواق أوبر، وبتظهر أول المشاهد معاناته مع الركاب. بتركب معاه شيرين رضا، وبتكون شخصية مشهورة وممثلة. بتطلب منه تروح المطار وتكلم حد تطلب منه يحجز لها مع أول طيارة، لكن بيقول لها إن ميعادها الساعة 7:30 الصبح لبيروت. بتضطر تغير وجهتها وتطلب منه يوصلها عند صاحبتها في المعادي. بيبتدي يتكلم معاها وهو بيحكي لها تاريخ حياته، عبارة عن إنه كان صيدلي ومراته كانت مريضة، وبيضطر إنه يبيع الصيدلية ويسافروا برا مصر علشان يعالجها، بس للأسف العملية مش بتنجح وبتتوفى. بعدها بيشغل لها موسيقى في الطريق، وبتفتكر إن في حد كان بيحبها اشترى لها الشريط بتاع الأغنية دي وخباها لها في الشنطة. وماجد الكدواني بيفتكر واحدة زميلته كتبت له إنها بتحبه في ورقة أيام المدرسة. بتحكي هي بقى قصتها وبتقوله تفتكر واحدة زي كانت خارجة معيطة وسايبة البيت بالبلد باللي فيها ليه. يقول لها جوزك أكيد كان بيخونك مع واحدة. تقوله للأسف كان بيخوني مع واحد طلع شاذ، وحسيت إني مش طايقة نفسي ولا طايقاه. بيحاول ياخد كوبري أكتوبر للمطار، بس بيكون في صيانة وواحد بيقترح عليه إنه ياخد طريق الميرلاند. بعدها بيفتكر لما كان في المدرسة إنه جاتله رسالة مكتوب فيها هنتقابل الساعة 3 في الميرلاند، وهي برضه شيرين رضا جات لها نفس الرسالة وهتتقابل مع الشخص اللي بتحبه في الميرلاند الساعة 3. بتغير المشهد على إنه بيوصلها المطار ويقول لها أنا حاسس إني كنت أعرفك من زمان، وهي تقول له عندي نفس الإحساس. يسألها كنت في مدرسة إيه؟ تقول له في بورسعيد، وهو يقول لها أنا كنت في مدرسة الحرية، بس شكله مكان بعيد عنك. وبعدها بتسيبه وتمشي. فجأة بعد سرحانه جوه العربية بيلاقيها رجعت له تاني وقررت ما تسافرش، وتقول له أكيد عربية الفول اللي انت قلتلي عليها فتحت دلوقتي. وإلى هنا تنتهي الحلقة. إذا عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك واعمل اشتراك في القناة عشان تتابع باقي الحلقات.